السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة هنعمل مع بعض خلطة الفيجيتار الاصلية، المكون السري او المكون الحصري اللي كنت اول واحدة بفضل الله على اليوتيوب تقوله من كذا سنة كده، من سنين كتير. اول حاجة المكون الاساسي معايا في التوابل بتاعة الفيجيتار هو الزنجبيل، فحطيت معلقة صغيرة مليانة من الزنجبيل البودر ومعلقة صغيرة مليانة من البصل البودر والثوم البودر وكمان بهارات الفراخ. تمام، من كل التوابل اللي هحطها دلوقتي معلقة صغيرة مليانة. دي كمان معلقة صغيرة من الكاري، وكمان معلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة من البابريكا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا مش هننسى الملح، وممكن كده رشة صغيرة من الفلفل الاسود، بس انا ما حطيتش فلفل اسود خالص. حطيت معلقة صغيرة برضو من الملح، وحطيت باكت من المرقة الفورية، تقدري تستغني عنه وتزودي الملح شوية. تمام، بعد كده حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ودي مهمة جدا جدا في خلطة. هحط كمان معلقة كبيرة من النشا او معلقتين صغيرين زي ما انا حطيت كده، ودي برضو بتدي هشاشة كده حلوة في خلطة الفيجيتار او لاي كفر هتعملي بيه الفيجيتار. تمام، هقول لكم كمان واحنا شغالين استخداماته ايه، لان في ناس من دول تانية ما تعرفش اصلا الفيجيتار ولا تعرف استخدامه ايه. المكون بقى الاساسي معانا وهو دقيق الذره، وده كنت قلت لكم عليه من زمان جدا، وعايزه الناس كده اللي جربت الطريقه بتاعتي تظهر كده في التعليقات وتقولوا لي عجبتكم ولا لا ورايكم فيها بصراحه. ده كده ربع كيلو من دقيق الذره، يكون دقيق ناعم. تمام، تقولوا له عايزه ربع كيلو دقيق ذره ناعم من السوبر ماركت قسم العطاره او من اي عطار، متوفر جدا جدا وسعره رخيص، سعره زي الدقيق الابيض عادي جدا. تمام، ده المكون الاصلي، وده اللي الشركات او يعني الشركات او العبوات المغلفة بتكون معمولة من دقيق الذرة ده. تمام، تقول لو عايزة دقيق ذرة اصفر يكون ناعم. تمام، الكمية اللي انا حطيتها دي انا كنت عاملاها قبل كده، فزودت الاتنين على بعض وقلبتهم مع بعض عشان احطهم مع بعض في حاجة واحدة. تمام، تلاقوا في قائمة تشغيل خاصة بوصفات الطبخ على القناة، هتلاقوني مستخدماه معاكم كتير جدا جدا. فبعمله كده بكمية وبحفظه عندي كده في علبة. تقدري تحفظي العلبة دي في التلاجة او في المطبخ عادي، بس الافضل طبعا يكون في التلاجة، خصوصا لو عندك المطبخ بيكون حر شوية. تمام، تقعد معاكي فترة طويلة جدا ما بيحصلهاش حاجة خالص، وبتكون حاجة كويسة ومنجزة معاكي جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتسيبولي كومنت حلو منكم، كمان اعملوا شير لاصحابكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.